السؤال واحنا نجاوب عشان يتعرض لكل بس. انا لسه مداخله سريعه بس. عايز اتكلم على الاخر دلوقتي اللي هو مبدا المواطنه بالنسبه للمراه القويه. ايه خلاصه الكلام يعني مبدا المواطنه هو نفس تعريف المواطنه اللي موجود في الثلاث احزاب بس بدون ذكر الهويه المصريه، الهويه الاسلاميه، لان هو المواطنه في الحريه مش الحريه والعداله. مصر القويه ان انا مصري فقط، بس برضه ما بيديش يعني بيجي جزء الحريات يعملها لها بشكل ايه؟ محكوم برضه بالعادات والتقاليد وبيحطها بشكل واضح. حين مثلا حريه التعبير في الاحزاب الليبراليه اللي انت عبر بس في نفس الوقت تقف عن اذيه الاخر، يعني الاحزاب الليبراليه او في مصر او غير او المجتمعات الثانيه انت ممكن تعبر زي ما انت عايز بس تقف بس في اطار ايديولوجيه معينه، في اطار ايديولوجيه عقائد معينه ماشي اوكي، بس في اوقات كتير زي الحدود. ايوه، ما هو في الحاجات الليبراليه حدودي انا بتقف عند مكان راسي الاخر، لكن في مصر القويه هو لا، هو بيتعامل في اعراف وعادات. يعني ممكن يكون عندنا عاده مثلا في مصر احنا متعارف عليها، هل العاده دي احنا بننفذها عن اقتناع؟ لا، هي بتبقى عاده ان انت مثلا تكوني موجوده مثلا في مواصله تقومي تقفي، او الرجاله او الشباب يقوموا يقفوا يقعدوا ست، دي عاده او احترام او تقليد معين بينهم، ماشي، او عرف، او ممكن يبقى عرف مثلا ان دي ست كبيره ما تعليش صوتك عليها. طب هي بتشتمني او بتضربني او كده، مش لازم ان انا اعلي صوتي عليها، بس يبقى ليا وجهه نظر اللي هي تسمعني، يعني زي ما انا ما عليتش صوتي عليها برضه ليها الحق ان هي ايه؟ تحترمني وتسمعني. يعني في عادات مثلا عندنا ان ما تعليش صوتك عليها، طيب حلو قوي انا ما عليش صوتك، طب حضرتك ممكن تسمعيني؟ يقول لك لا يا ابني انت صغير لسه ما تكبر، او لما يبقى مثلا في او في مجال تاني دول بص انت مقامك مش من مهامه، ده بالنسبه للست او بالنسبه للراجل، يعني يا الراجل ده الحاج يعرف كل حاجه، او الاستاذ دكتور في كذا. بس في اي اسئله ثانيه؟ ماشي، طيب ناخد الاسئله. موقف بالفتوح ده جاي لنا بقى. ماشي، موقف بالفتوح بالاخوان المسلمين. بصوا يا جماعه بمنتهى الاستاذ نبيل سعيد توفيق. هو موقف الفتوح من الاخوان المسلمين هو فيه رايين. انا هقول رايي اللي ظاهر على الساحه شويه، وبعد كده بعد اذنكم هقول رايي الشخصي كواحد ممارس سياسه. الراي الاولاني الكل بيقول ان ابو الفتوح انشق عن جماعه الاخوان المسلمين، او مش انشق، هو اتطرد من جماعه الاخوان المسلمين. فبناء عليه هو اخذ اتجاه المفترض اللي هو مخالف، بس صعب جدا جدا اللي حضرتك تكون موجود 10 سنين بتدرس مثلا انجليزي او بلاش انجليزي صيني، ماشي، وتنسى الصيني ده في يعني في يوم وليله. يعني دي عادات وتقاليد وكده. احنا كمواطن، اي مواطن مصري موجود في مصر انا بيسافر بره بيقعد له مثلا شهر شهرين كده عقبال ما ايه يفك من العادات بتاعتنا لعادات ثانيه او تقاليد ثانيه. ما بقولش ان هي تقاليد وحشه، بس بيمشي على سيستم الناس اللي موجودين. فهو المتعارف عليه ان هو متدين او محافظ بشكل اكثر ايه؟ اقل من الاحزاب الدينيه المتشدده واقل من الحريه والعداله. ده بالنسبه للراي المتعارف عليه. اما رايي انا الشخصي اذا سمحتوا لي، يعني ان استاذ ابو الفتوح هو لعبه الانتخابات الكبرى. ان بمنتهى البساطه كده احنا لو عملنا خريطه الانتخابات، قسمنا التورته زي ما بنقولوا، لو شلت ابو الفتوح من الصوره عمر مرسي ما يعيد مع حمدين او يعيد مع اي حد عموما، يعني بصرف النظر. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ابو الفتوح هو الوحيد زي ما قلت في الجزء الاولاني اللي اخذ مننا دي اللي هو المصريين الوسطيين، اللي هو ايه؟ يعني انا عشان ادي تعريف بسيط للمصريين الوسطيين سواء مسلمين او مسيحيين، كلنا بنروح الكنيسه والجامع، بس في نفس الوقت ممكن في نفس يوم الجمعه يوم الجمعه في جامع والحد في كنيسه، بس في نفس الوقت لو عندنا فرح بالليل بنروح ونرقص ونهيص الفرح، ده مش عيب. ماشي، هو ده الجزء اللي ايه بالتمثيل بسيط خالص الوسطي. ابو الفتوح اخذ من المجموعه دي. في ناس كتير احنا شعب متدين، يعني دايما يقول لك ايه ده القصه اللي انت مثلا يا نور عاملها دلوقتي، في فتره من الفترات كانت دي غير مقبوله. فبالتالي او قصه مثلا الكابوريا او قصه في قصات احنا حضرناها كتير يعني. ماشي، هو اخذ من المجموعه دي. اخذ من المجموعه دي، اخذهم منين بقى؟ اخذهم من التصويت لحمدين،
خدوا من التصويت لعمرو موسى، خدوا من التصويت حتى بلاش لشفيق عشان ده الجانب الاخر خالص. فهو بالتالي كان صفقه الاخوان علينا، صفقه الاخوان علينا. اما حته الخدعه بقى بتاعت اللي هو انفصل وكده، والدليل اللي هو بعد انتخابات الرئاسه يعني الله ينور، يعني هو يعني اقصى حاجه عملها اللي هو اعترض، وربنا يبارك له اللي هو اعترض يعني. واحنا برضه بنعترض بس ما نزلش مظاهرات، ما شاركش في حاجات كتير جدا. مواقف ابو الفتوح او حزب مصر القويه هتلاقيها دايما في الاتجاه الاخر، يعني تلاقي مثلا ايه بيهاجم حزب المؤتمر، مع احترامي لحزب المؤتمر ايا كان ايديولوجيته او يعني مثلا فلول او عمرو موسى او ده، لكن تلاقيه مثلا ياخد موقف واضح زي مثلا حزب الوسط تجاه الاخوان المسلمين او الحريه والعداله، لا ما تلاقيش. يقول لك ايه اقصى شيء ممكن يعمله ان هو يقول لك والله اللي تم ده خطا واحنا نعترض عليه. بيعترض على ايه؟ بيعترض على القرار، على سياسه القرار نفسها، بس مش اكتر من كده. في سؤال هنا، اين باقي الاحزاب؟ في حد عنده تعليق على في حد ليه عليها؟ طيب قول. بس انا طبعا عارف انا عضو بس في حزب بس انا انتخابات المحاماه دلوقتي دخلت مفتوح. ليه؟ حسيت ان هو شخصيه وسطيه بجد بدون مبالغه. ايه؟ حسيت ان هو شخصيه وسطيه. فاهم ازاي؟ يعني مثلا ايه بحس ان هو يعني زي ايقونه كده بنلم سواء اقصى يمين اقصى يسار او وسط شخصيه وسطيه. ما هو ده الغرض من التجربه. هو ده. ماشي انا ما قلتش لا، انا ما قلتش الناس اللي ادوا له اصواتهم ما كانوش مقتنعين، بالعكس ده كان اصعب حاجه اللي انت تيجي للناس دي زي حضرتك كده بتحاول تفهم او بتفهم فعليا بتفكر وتدي فكره بره الاخوان المسلمين السما وقطعوا بره حزب النور اللي هو ولا الضالين امين زي ما بنقول، ان هو قدر يقنعك بده. هو ادالك بصوا يا جماعه هي بالبلدي كده زي ما بيقولوا ايه تقليعه عمرو دياب كده، يعني اللي كان فيكم في يعتبر في السن فعارف التقليعه بتاعت عمرو دياب ومحمد فؤاد، او زي تقليعه تامر حسني مثلا الفتره الاخرانيه دي. هو نفس الكلام، هو كان تقليعه الانتخابات والفتوح. يعني واحد زي بلال فضل كاتب ادى مفتوح وندم على كده دلوقتي او على الاصوات. هو قدر يقتنع، هو قدر يلعب لعبه يقتنع. بلاش في تسريبات كانت موجوده في الفتره الاخرانيه ان والله خيرت الشاطر او حمله الدعم خيرت الشاطر كانت بترفع مع حمدين او بترفع مع ابو الفتوح او بيدي تبرعات لابو الفتوح. دي حاجات كلها ان ما كانتش حقيقه حتى فهي فيها جزء حتى من الايه؟ من الصدق. يعني لما يجي يقول لك ان حمله ابو الفتوح كلها تبرعات. حلو جدا. كان ثالث حمله موجوده في الشارع ببوستر ابو الفتوح اللي هو الاورنج ده برتقاني دوت مصر القويه، مش مصر القويه، كان من اجل كان اسمه كان حاطط شعار كويس جدا يعني كان ابو الفتوح. كانت تبرعات، ما كانش لسه كمان دخل تحت حزب. اوكي، وما كانش كمان يعني ما كانش مثلا زي ما كانش زي حمدين مثلا. حمدين ده كان ربنا بيتولاه، يعني كان اللي بيعدي بيدفع له بوسترات وكده بصرف النظر عن الاتجاه وهو راينا فيه. بس فهو انا يعني رايي مع راي حضرتك اللي هو ما فرضش علينا، لا ده هو قدر يقنعك. عارف انت اللي انت غيبك يعني فجاه كده باللحظات، لكن انت دلوقتي انت شايف موقف الفتوح ايه؟ هو في حاجات بتفرض عليه ان هو ما يكونش راي رسمي